كنت تعرف قبل كده ان السور ده هو اللي كان مسؤول عن طلوع المية لحد قلعة صلاح الدين الايوبي؟ تعال نحكي الموضوع من اول. ده كده بداية السور من ظهر المبنى. الشارع ده شارع من نهر النيل، ما كانش عربيات ماشية كده ولا عربيات جاية. وهنا كانت الساقية، يعتبر الساقية الكبيرة كانت بتنزل، كانت موجودة في المكان ده، في قلب المكان ده كده. ما كانش فيه عربيات، كانت في السواقي بتاخد من نهر النيل، تطلع في الست سواقي فوق، توزي منطقة القلعة. طبعا في تجديدات دلوقتي ما عرفناش نخش. كنا عايزين نطلع فوق نصور الست سواقي، ما عرفناش، في تجديدات بتتم في سور مجرى العيون زي ما انتم شايفين كده المكان. ده المبنى اللي شيده السلطان الغوري في بدايات القرن السادس عشر الميلادي، العاشر الهجري. السلطان الغوري ده اللي أسس المكان ده. كانت هنا في الساقية اللي كانت مسؤولة عن طلوع المية فوق، تاخدها الست سواقي فوق توزعها، وتاخد في سور فوق مجرى بيمشي لحد القلعة، حوالي 3 كيلو ونص، حوالي 3 كيلو ونص بالظبط. وهناك في سواقي تحت مبنى القلعة بتاخد المية من قلب المجرى ويطلع لحد فوق القلعة. بس في البدايات، تعال نحكي القصة كده من البداية. قلعة صلاح الدين سنة 1176 كان مصدر المياه الرئيسي هو كان بير يوسف. وبير يوسف ده على اسم صلاح الدين الأيوبي، لأن هو كان اسمه يوسف. بناه لما خلص القلعة وتم بنائها صلاح الدين الأيوبي سنة 1176. طبعا عايزين يجيبوا مصدر المية، هيجيبوا مية منين؟ دي قلعة والمقطم مفيش مية. اتبنى القلعة سنة 176 بعد ما تم بنائها. بهاء الدين قراقوش هو اللي هو الوزير الخاص بصلاح الدين الأيوبي، الوزير الهمام بهاء الدين قراقوش هو اللي بنى القلعة. طبعا عايزين يجيبوا مصدر المية، هيجيبوا مصدر المية منين؟ فتم حفر بئر بطول 90 متر. هي كانت البداية 40 متر بس. بعد كده زودوا 50 متر تاني. تخيل ان يتبني 90 متر في قلب الصخر، في قلب الجبل، جوه يعني قصدي جوه قلعة صلاح الدين الأيوبي. 90 متر في قلب الصخر. كان يقال ان صلاح الدين استعان بالفرنجة، بالأسرى الفرنجة هم اللي حفروا البير. 90 متر في قلب الصخر. طبعا صلاح الدين ما حكمش من القلعة، صلاح الدين كان بيحكم من دار الوزارة في الجمالية. مين اللي جه أول من حكم من قلعة صلاح الدين الأيوبي؟ الملك الكامل. الملك الكامل هو اللي نقل جميع الدواوين وجميع شؤون الحكم في قلعة الجبل. طبعا مصدر المية مش هيكفي، يعني البير هيكفي الجنود والعساكر بس. طبعا القلعة لما السلطان الكامل نقل فيه الحكم، كان أول ما نقل الحكم في السلطان الكامل، طبعا العدد كتر. يعني مثلا بير كان بيكفي 200، أصبح إن دلوقتي في حوالي 5000، فالبير مش هيكفي. فالسلطان الكامل هو اللي فكر إن يجيب مصدر جديد للمية من بره القلعة غير البير اللي موجود. فعمل سور، بس غير السور ده، غير سور مجرى العيون، عمل سور لحد مصر القديمة وجاب منه مصدر المية. غير ده اللي بناه السلطان الغوري. في مصدر قديم كان جايبه السلطان الكامل من مصر القديمة، والسور ده بعد كده جدده السلطان محمد ابن قلاوون بعد كده. وبعد كده جدده برضو السور القديم، مش ده، جدده السلطان الأشرف قايتباي. في برضو رنك على قلب، في رنك عند السور القديم هو مكتوب عليه السلطان الأشرف قايتباي، هو اللي جدده. لكن اللي عمل المبنى ده هو السلطان الغوري عشان يغذي بيه ميه. جاب مصدر ميه من نهر النيل زي ما انتم شايفين. ده كان نهر النيل، ده نهر النيل دلوقتي، ده نهر النيل كان
السلطان الكامل. هنا ما كانش فيه عربيات، هنا ما كانش فيه عربيات، كان نهر النيل، وكانت السواقي تاخد الميه لحد فوق وتنقل الميه لحد القلعه 3 كيلو، 3 كيلو لحد. وفضل مقر الحكم من ايام السلطان الكامل لحد عباس حلمي الثاني لما نزل وقال لي خلاص كده القلعه بقى كفايه عليها، ونزل وانشا قصر عابدين وكمل هناك فتره حكمه. يعني شوف فتره حكم القلعه لحد فين، لحد عباس حلمي الثاني، وفضل السور ده يغذي القلعه بالميه من نهر النيل لحد بدايه عباس حلمي الثاني.